السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير. اليوم طبختنا راح تكون فاصوليا اليابسة قدر الضغط على طريقتي. راح تكون الطبخة سريعة وطعمها كلش طيب. خلونا ننتقل للمقادير. لحم غنم بعظم، راح يكون فيه شوية دهن على مود ينطي طعم طيب. فاصوليا بيضة نقعتها قبل 24 ساعة، واكيد غسلتها، صفيتها وغسلتها زين، ومعجون طماطة وثوم وورق غار وملح أكيد. ننتقل لطريقة العمل. في قدر الضغط أضيف شوية زيت وعلى نار وسط، وأضيف قطع اللحم وأقلبها حتى ياخذ لون ذهبي. ثم أضيف ورق الغار، وبعدها أضيف الماء المغلي. المي لازم يكون مغلي، وأتركه يغلي 5 دقائق، وبعدها أرفع عنه الزفر اللي يخرج من اللحم. ثم أغلق القدر وأضغطه لمدة 30 دقيقة إلى أن يستوي اللحم. يكون استواء اللحم هنا 3/4 استواء، لأن رح أضيف وراها الفاصوليا يكمل استواء مع الفاصوليا. هنا بعد 30 دقيقة أفتح قدر الضغط، أضيف الفاصوليا المنقوعة والمغسولة أكيد يعني، وارجع اضغطها 11 دقيقة. ما نكثر، نفتحها كل 10 دقائق او 11 دقيقة اتأكد انه الفاصوليا استوت. اذا بعدها ارجع اضيف لها 5 دقائق اخرى، لانه احتمال مرات الفاصوليا نوعيتها تختلف عن نوعية ثانية، ممكن تستوي بسرعة، فننتبه لهذا الشيء على مود ما تنهرس عندنا. وبعد 11 دقيقة فتحت قدر الضغط وتأكدت انه استوت الفاصوليا، نضجت يعني. راح اهرس الثوم واضيفه للجدر. بعد ما استوت الفاصوليا هنا ضفت 4 حبات ثوم مهروسين، ممكن تضيفوهن قطع حسب الرغبة. احنا هنا نفضلهن مهروسات على مود ما يبين شكلهن وقت الاكل. وبعدها ضفت معجون البندورة، معجون الطماطة يعني، وضفت الملح، واتركه يغلي تقريبا ربع ساعة بدون ضغط. هسه راح اسكر عليه بقدر الضغط بس بدون ما اضغطه، يعني بس ما غطى الغطا بدون شو اسمه، بدون ضغط، لان خلص الفاصوليا استوت واللحم استوى، فقط انه بس انه تتسبك الاكله ويا بعض، ويا المعجون الطماطة ويا الثوم، تنطي طعم غير بعد ربع ساعة. وهنا بدي اشيل ورق الغار، اكيد ما ننساه يعني، بعد ما انسلق ويا اللحم نشيله خلص. أنصحكم تجربوها بقدر الضغط. أكيد قدمتها ويا الرز الأبيض، وهذا شكلها بعد التقديم. كلش طعمها طيب وذايبة ذوب، طعمها كريمي للي يحب هذا الطعم. وهذه طبختنا لهذا اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم، وألف عافية للي راح يجربها، ونشوفكم إن شاء الله على الوصفة القادمة. مع السلامة.